السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، يا ريت تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على كلمة الكل علشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك إشعار بيه. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. وطالما انا في البيت الجديد لازم طبعا اجيب طلبات تقضيني اليومين اللي انا قاعداهم، تكفيني كده يومين انا قاعداهم في البيت، علشان طبعا الاكل والولاد، ولازم طبعا اي بيت يكون فيه خزين. فزي ما انتم شايفين كده جبنا العيش الكيزان ديت عشان طبعا الاولاد لو حابين ياكلوا لهم سندوتش كده على الفطار او في اي وقت ما بين الفطار والغدا، فايه يمشي معانا ويقضي الغرض. جبت كمان القرص اللي محشية ديت، ده كيلو اهو. بحبها جدا جدا على كوباية شاي بقت في الفطار. لو مفيش اي حاجة بتاكليها بقت كوباية شاي. جميلة جدا ومحشية قرفة. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي ده كيلو. وجبنا كمان جبنة رومي اهي، نص كيلو تقريبا او ربع كيلو. وكمان جبنة من اللي هي الجبنة اللي العادية، مش عارفة ده ربع كيلو أو نص كيلو، ويكون عليها كده قرنين فلفل متخللين. ودي جبنة حادقة كده زي الجبنة القديمة أو الجبنة الفلاحي الحارة ديت، زي المش كده بيكون حارة وجميلة جدا. دي طبعا الكيسة بتاعت الجبن زي ما انتوا شايفين كده. الكيسة ديت بقى فيها الجوافة الفاكهة يعني زي ما انتوا شايفين اهو. ده 2 كيلو من الجوافة اهي. ولادي بيحبوا الجوافة الناشفة، اما انا بحب يكون طرية شوية، مش اللي هي مهرية، لا يكون ماسكة بعضها بس طرية شوية اهي. مخلوطة هي بقت ناشفة على طرية. جبنا 2 كيلو خيار برضو يقضوا معانا الغرض. وطالما انا موجودة في البيت، في شغل في البيت تحت الصراحة، العمال هم عليهم الاكل بتاعهم. بس ساعات لو انا موجودة في البيت بعمل لهم الفطار، بعمل لهم الغدا على حسب ما يكون انا موجودة او لا. بس هم عليهم الاكل بتاعهم، يعني شايلين الشغل بتاعهم بالاكل. زي ما انتوا شايفين كده. لازم طبعا يكون في التلاجة برضو طماطم، علشان لو حابة اعمل شوية سلطة، لو حابة اعمل شوية فول بالطماطم لازم يكون في طماطم. الطماطم جميلة جدا وحمرة جدا. فزي ما انتوا شايفين دول 3 كيلو قلت يقضوا معايا الغرض في السلطة. وكمان برضو في 2 كيلو تحت الجرير اهو. ده جرير كده ب5 جنيه اهو، حوالي 3 ربط للسلطة بقت. وادي الطماطم التانية، طماطم حمرا وجميلة جدا وناشفة برضو، يعني تنفع للسلطة. انا عندي طماطم في الفريزر للاكل للطبيخ يعني، للخضار. لو عايزة مثلا اعمل محشي، اعمل مكرونة، اعمل اي حاجة اطلع من الفريزر. جبت كمان الباكيتة بتاعت المناديل ديت من واحد بيلف كده في السوق. بس الصراحة المناديل رديئة شوية، مش اللي هي الخام الأصلية، لا مجرد ما بتسحبي منديل أو منديلين بتلاقيها خلصت ومش حلوة خالص. فلو كنت جبت واحدة من صيدلية أو من سوبر ماركت أصلية أوفر من الكمية اللي أنا جايباها دي بكتير. زي ما انتوا شايفين جبت البتنجان ده طبعا ينفع قلي، ينفع حشو، جميل جدا. ممكن انقي منه الصغير واعمله محشي كده جميل وصابح جدا. دي 2 كيلو ينفعوا لكل حاجة. فانا بجيب البتنجان اللي ينفع معايا لكل حاجة. فلما بجيب كده بخلطه كده 4 كيزان كبار والباقي كله صغير ينفع معايا لكل حاجة. او بجيبه كله صغير ومشيه مقلي او ممشيه يعني للحشو. زي ما انتوا شايفين كده جبت البرتقان ده 3 كيلو اهو. زي ما انتوا شايفين جميل جميل ومسكر جدا. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي بحاول اوريكم الاكياس اللي لسه مش شفناها. ودي مانجا كده، واحد كان جايبها لينا كده، واحد صاحب جوزي يعني جايبها لينا من الزرعة بتاعته اهي. جميلة جميلة جدا. دي من انضف انواع المانجا اللي فيها علامة حمرا دي. فزي ما انتوا شايفين تعالوا بقى نروح للقسم بتاع طبعا المنظفات والغسيل. زي ما انتوا شايفين ده صابون للمواعين. جبت كده 2 كيلو
اهو، بس لونه مختلف، اللون بتاعه مختلف. دايما بجيب الاصفر والابيض والازرق، ده اول مرة اشوفه. وزي ما انتم شايفين جبت سلك مواعين اهو، ولازم طبعا يكون موجود في البيت، بحب الحاجات ديت يكون اساسية كده في البيت، السلك والبريل والصابون والحاجات دي. وكمان جبنا الصابونة، جبت الصابونة ديت في الاول فرط كده لروحها، وبعدين وجبت الكيس الباهي ده يقضي برضو معايا اليومين اللي انا قاعداهم. ولما لقيت طبعا الصابون الباكيتة دي جبتها على بعضها كده. فزي ما انتم شايفين كده 4 صابونات ملفوفين اهمت، وصابونة كمان فوقهم اهي. فانا لازم الحاجات ديت يكون موجودة في البيت اول ما اروح، مش تاني يوم، لا اول ما اوصل. فلو كان السوق منصوب واحنا ماشيين في الطريق بحود واجيب الحاجة اللي انا عايزاها، لو احنا رايحين يعني البيت الجديد ده، لان السوق بيكون جنبه كده. فزي ما انتم شايفين جبت كمان كيس الدون ده اهو، لريحة الهدوم طبعا، وريحته قوية جدا وجميل كأنك شارياه جاهز اهو. بيخلي ريحة الهدوم طبعا جميلة جدا، بتحطيه في اخر دورة تشطيف. لو انت بتشطفي الهدوم بتاعتك مرتين او 3 بتحطيه في اخر دورة. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو، دي المشتريات اللي انا جبتها طبعا علشان البيت، طالما انا رايحة اقعد في يومين كده، اليومين الاجازة بتاعت الدراسة، فباخد الحاجات معايا وانا رايحة في السكة. لو ما لقيتش السوق فارش بنجيبها من اي حد قاعد بيبيع، او بنجيبها تاني يوم لما السوق يفرش. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، دي المشتريات اللي انا جبتها تقضي معايا الغرض، تقضي معايا اليومين اللي انا قاعداهم. انا عادي ممكن اقعد اسبوع، اقعد زي ما انا عايزة، لان طبعا المدرسة مش بعيد قوي برضو من البيت اللي انا فيه ده، من البيت الجديد. اما في الشقة المدرسة ورا الشقة على طول، انما هنا المدرسة يعني بياخدوا لهم ربع ساعة كده، باباهم بيروح يوديهم وبيجيبهم عليا تاني في المكان اللي انا موجودة فيه طبعا. يعني عادي لو قعدت في البيت هنا اسبوع شهر براحتي، بس احنا عاملين علشان طبعا المواصلات او الروحة والجية ما بين المدرسة والبيت. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، دي المشتريات اللي انا جبتها النهاردة طبعا علشان الحبة اللي انا قاعداهم في البيت، مش هقول يومين ولا كده، هسيبها بظروفها ان شاء الله. علشان طبعا العمال اللي تحت اللي شغالين، وان شاء الله انزل لكم الفيديوهات، انزلها لكم كده اول باول. كل ما يعملوا تشطيبة في الشقة اللي تحت انزلها لكم وتشوفوا الجديد ان شاء الله ويعجبكم، وتقولوا لي في التعليقات اعمل ايه. قولوا لي طبعا رأيكم في التفصيلة الجديدة اللي احنا عملناها، تقولوا لي كده هل هي مناسبة ولا زي ما انا كنت حباها احسن. فزي ما انتم شايفين كده العلب ديت بيكون متوفرة عندي. احنا نسيبنا بقى من الشقة اللي تحت ونرجع تاني للفيديو بتاعنا. العلب ديت بتكون متوفرة عندي كده لما بجيب بسكوت كده من السوق، بيكون بسكوت زي بتاع العيد فبجيبه كده، فالعلب ديت بيكون متبقية معايا، او علب الجبنة، فبسيبها كده. لما بجيب قرص زي كده برصها فيها طبعا عشان الهوا، وبقفلها كده قفلة محكمة علشان طبعا الهوا مش ينشفها مني. وطبعا انا متوفرة من العلب ديت كمية كبيرة. طبعا لما بخزن كرومب، لما بخزن اي حاجة بستخدمها بحط طبعا برص فيها الكرومب، بحط فيها صلصة، بحط فيها اي حاجة انا محتاجاها. لو رايحة مثلا عند اختي باخد، لو عايزة اخد معايا حاجة باخد من العلب ديت، عشان طبعا مش ياخد من العلب بتاعت التلاجة او الحلل بتاعتي. فزي ما انتم شايفين هي محكمة جدا، بتحميها من الهواء اهو زي ما انتم شايفين. والحبة اللي في الكيسة ديت بسيبها زي ما هم، بناكل منهم يعني. فزي ما انتم شايفين برص طبعا العلبتين دول في ضرفة المطبخ عشان الهواء، واللي في الكيسة ده بناكل منه وبنعمل شاي بقى ونقعد نفطر منه، نتعشى منه، نجيب كده قرصتين بعد الغدا. فكده يا حبايبي بيكون وصلنا معاكم لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرج عليه ويوصلك اشعار بيه. والى اللقاء في فيديو